بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، أتمنى من إيدكم الحلوة قبل لا نبدأ بالوصفة اللايك والاشتراك، وإذا أول مرة تشوفون القناة تشتركون بيها وتشاركون الفيديو بين الأصدقاء وتدعمون قناتي، أكون ممنونة لكم. اليوم وصفتنا هي الفلافل من الحمص المجروش اللي ينطوب بالوجبة الغذائية. هذا ثوم مجمد عندي بالمجمدة، وهاي بصلاية متوسطة الحجم، وهاي عندي معدنوس وكرفس هنا غسلتهم ونقعتهم أول مرة بالمي والملح وغسلتهم غسل كلش نظيف. وهسه إن شاء الله راح أبلش أسوي الفلافل بالمثرامة مالت اللحم. اللي ما عنده بمحضرة الطعام، بس أنا اللي يعني أشوفه الأفضل بهاي المثرامة. هسه إن شاء الله أشوفكم طريقتها. أتمنى تعجبكم الطريقة وتجربوها، طعمها كلش طيب والله العظيم، وأنظف من الفلافل اللي تشتروها من برا. يعني صح اكو بيهم نظيفين بس يعني مو مثل الشغلة اللي على ايدك بالبيت انتي كل شي غاسلته وذاكرة اسم الله عليه. طعمها كلش طيب، طريقتها سهلة وبسيطة. قدرين هاي يعني أنا هسه هاي الكمية سويتها، طلعت من عندها قسم سويته إنه للغدا، والباقي خليته بكيس حفظته وبالمجمدة. شو وقت ما أريد أطلعها قبل وقت وأضيف لها البهارات والصودة والملح والسمسم، وأكو يخلون عليها بيض، ويعني كل من وطريقة عمل الفلافل. هاي بعد ما كملت كل الكمية خلطتها خلط زين. شوفوا شلون، لا عجين ولا قوية، شوية بيها يعني نوع من الخشونة بس مو كلش قوية، يعني تصير طعمها كلش طيب هيج، لأن أحسن ما تصير عجين. وهاي الأكياس راح أحفظها بيهن، أسويها على شكل هيجي، يعني أقسمها طبخات كل مرة، يعني ايش قد يكفينا أخلي بالكيس. لونها خضرة، صارت 4 أكياس. راح أطلع واحد نسوي إنه للغدا، و3 أفرزهن. أتمنى تعجبكم الفكرة وتجربوها، وشكرا لمتابعتكم. هاي هنا بعد ما كملتها خليت عليها بهارات الفلافل، شوية سمسم، بيضة وحدة، هاي البيضة، ورشة ملح، ونص مشوقة شاي صودة، وراح أعجنها وأقليها. هاي هنا بعد ما قليتها سويت وياها فنجر وباذنجان وخيار، وهاي طماطة بالعنبة. وهاي كان غدانا لهذا اليوم. سهمكم ألف عافية، وأنصحكم تجربوها، والله فلافل كلش طيبة وطعمها يخبل ونظيفة. شلون بطنها خضرة وحلوة ومستوية. أتمنى تجربوها وتعجبكم، وعلينا وعلى عيونكم الحلوة بألف ألف عافية.